هكذا يكون الفارس. لعلك تخبر والدي أنني أصبحت قادرا على ركوب الخيل. نعم، سأفعل. والآن تعال يا سعد. سنكون فارسين ونقاتل عدونا اللدود الخزرج. لقد أجدت يا أسيد السباحة وركوب الخيل، وغدا أعلمك فن الرماية لتكون فارسا قادرا. سيدي الحضير يقترب. سوف أرسلك لتتعلم الكتابة والقراءة. الكتابة والقراءة يا أبي؟ نعم، لا بد أن تكون رجلا كاملا تتعلم وتجيد السباحة والرماية وركوب الخيل. الشكر لك يا سيد الأوس. سوف أتعلم معك يا صديقي. ها قد حان وقت الثأر للآباء والأبناء الذين قتلتهم سيوف الخزرج، وقد آن أن ننتصر ونقضي عليهم إلى الأبد. ولن يقاتل معنا إلا رجال يضعون أرواحهم فداء لكرامتهم وثأرا لموتاهم. كلنا معك يا سيد الأوس، نقاتل ونموت. سوف أقدم نفسي فداء للكرامة، ومع ابني أسيد يحارب معي وإلى جواري حاملا رمحه، وقد أعددته من طفولته ليكون بطلا شجاعا. الويل لك يا رجل، خذ هذه. سيد الأوس يسقط. ستكون بخير يا أبي. لقد انتهيت. عليك بثأر أبيك. وسيد انتبه، المعركة لم تنتهي. إن والدك أكرم العرب نسبا وأذكاهم عقلا، وكان شجاعا لا يخشى الموت. وها نحن نعلن لك الولاء لتكون سيدا للأوس بعد والدك. نعم، أنت سيد الأوس. لن نجد مثلك حسبا ونسبا، علما وشجاعة. أنت الكامل ابن الكامل، فنحن نسمي الفارس الذي يجيد القراءة والكتابة والسباحة والرماية والفروسية الكامل، وأنت كذلك. شكرا لكم بني الأوس. اذهبوا أيها القوم حتى نستريح من عناء معركة ساخنة لنستعد لمعركة جديدة. هون عليك يا صديقي، هكذا هي الدنيا، لا تدوم لأحد. كلنا موتى ولا يبقى منا أحد مهما عاش. المعركة لم تنتهي، ولكن إلى متى نتصارع وتتصارع القبيلتان وتتناحران وتفقدان الأحبة والأهل؟ حتى ننقض على الخزرج فلا نبقي منهم أحدا. مرت سنوات على موت والدي، والحرب مستمرة مع الخزرج. دعك من ذلك، فلنتحدث عن أحوال التجارة، فنحن لم نحقق أرباحا كبيرة هذا العام. لقد حققنا الكثير من الأرباح خلال السنوات الماضية، ولولا الحرب لكنا أفضل من ذلك بكثير. من هذا القادم علينا؟ إنه كعب بن الحرث. ما الذي جاء بك يا كعب؟ جئت لسيدي الأوس أخبرهما خبرا. هات ما عندك يا رجل. جاء رجل يدعى مصعب بن عمير من مكة ضيفا على أسعد بن زرارة، ومصعب هذا يدعو إلى دين جديد يسمى الإسلام، ويزعم مصعب أنه من قبل النبي الذي ظهر في مكة. وماذا عندك أيضا؟
سمعت أن مصعبا سيحضر إليكما ليعرض عليكما الدين الجديد. أي دين جديد هذا؟ إنه يزعم أن صاحبه النبي يهبط عليه الوحي من السماء ويدعونا لترك عبادة الأصنام وعبادة الله الواحد. كفى يا رجل، انطلق يا أسيد لهذين الرجلين قبل أن يأتيا إلينا وقبل أن يفرقا جمعنا. فأنت تعلم أن أسعد بن زرارة هو ابن خالتي ولا يجب أن أقدم عليه. سوف أذهب أنا إليهما حالا. أسيد بن الحضير، مرحبا، ادخل. هذا سيد الأوس، جاء إليك يا مصعب. ما جاء بك إلينا يا مصعب؟ أنت تسفه ضعفاءنا وتفرق شملنا، اعتزلنا إن كنت مصرا على ما تقول وتدعو. أو تجلس فتسمع، فإن رضيت عما أقول قبلته، وإن كرهته كف عنك ما تكره. هات ما عندك. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. صدق الله العظيم. ما أحسن هذا الكلام وأجمله. هلا قرأت المزيد؟ فما هذا بكلام بشر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. صدق الله العظيم. وكيف أدخل هذا الدين يا مصعب؟ تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتغتسل وتطهر ثوبك وتصلي لله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. دعوني أحطم أصناما لدي في بيتي وأغتسل وأرتدي ملابس نظيفة. ماذا فعلت بالرجلين؟ إن وجهك عليه سكينة لم أرها فيك عندما تركتني الساعة. ما بك؟ قم معي لتسمع ما سمعت. لقد هداني الله إلى دينه. واستمع سعد بن معاذ إلى مصعب بن عمير وأعلن إسلامه، وقرر أن يكونا داعيتين لهذا الدين الجديد. يا بني عبد الأشهل، أنتم قومي، كيف تعلمون أمري فيكم؟ أنت سيدنا وأفضلنا رأيا. إنني أدعوكم أن تؤمنوا بمحمد رسول الله. إنه يدعونا لترك عبادة الأصنام التي لا تسمع ولا ترى ولا تنفع ولا تضر، ويدعونا إلى الإيمان بإله واحد خالق كل شيء. لن يأتي المساء إلا وجميع بيوت بني عبد الأشهل قد دخلها الدين الجديد. سوف نذهب جميعا لرؤية رسول الله في مكة، وسنعد العدة لذلك في موسم الحج القادم. نعاهدك يا رسول الله على نصرتك والوقوف إلى جانب دعوتك. نعلم أن قومك يؤذونك، ونحن ننصرك أنت وأصحابك إن هاجرت إلينا، ونحن نريد أن نسمع منك يا رسول الله.
لقد انتشر الإسلام في يثرب، ونحن أنصار الرسول الكريم نقتسم ما لدينا مع إخواننا المهاجرين من المسلمين. وصل رسول الله، وصل رسول الله. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ندعى للذي داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا وقام الرسول الكريم بالإخاء بين الأوس والخزرج، حيث التقى الفريقان لأول مرة في مجلس واحد للسلام، وانتهت الحروب بينهما ورضوا بمصالحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها قد عاد رسول الله منتصرا من بدر، لا أدري كيف تخلفت عن الذهاب في صحبته. لا بد أن أذهب إلى رسول الله أقدم له التهنئة وأعبر عن ندمي عن المشاركة في المعركة. الحمد لله الذي نصرك على عدوك يا رسول الله. لقد تخلفت عن الذهاب لأسباب يعلمها الله ورسوله، ولن أتخلف عن أي لقاء بعد ذلك. قال رسول الله: صدقت يا أسيد. وبالفعل لم يتخلف أسيد عن موقعة مع الرسول أبدا، وقاتل في أحد حتى آخر لحظة مدافعا عن رسول الله، حتى أصابته السيوف والرماح. ما لكم بني اليهود؟ أرضيتم بانتشار السلام بعدما اعتنق الجميع في يثرب دين محمد؟ لا لا والله، ما هذه بأخلاق يهود. لا بد من إشعال الفتنة بينهم. سوف أقوم بقتل رجل من الأوس ليقال قتلته الخزرج وتشتعل الفتنة. اسكت اسكت يا رجل، ما هذا برأي؟ لقد بارت تجارة الأسلحة التي هي عملنا، لابد من إشعال الفتنة. إن المسلمين من الأوس والخزرج يجلسون معا. وسوف أرسل إليهم شابا يهوديا يجلس بينهم ويذكرهم بأيامهم الماضية وما كان بينهم من قتال ونزال، حتى تقع الفتنة بينهم ويعود القتال. وقد نجح الشاب اليهودي في إشعال الفتنة بين الطرفين، وجاء سيد المرسلين مسرعا ووقف بين الصفوف قائلا: يا معشر المسلمين، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، بعد أن أكرمكم الله بالإسلام وقطع عنكم أمر الجاهلية فألف بينكم، فترجعون إلى ما كنتم عليه كفارا. كما ظهر موقف أسيد واضحا بجوار رسول الله حتى أعلن الجميع الندم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم.